طبعا كلنا عارفين ان في مشاكل مستمرة ما بين النادي الاهلي ورابطة الاندية بسبب تأجيل ماتش المصري. اول ماتش للنادي الاهلي في البطولة الجديدة اللي هي بطولة رابطة الاندية. كويس. الاهلي عايز يأجل الماتش ورابطة الاندية بتقول ان الماتشات دي معمولة في فترة التوقف الدولي، فدي الفرصة اللي متاحة حاليا عشان يلعبوا الماتشات، وفي ماتشات فعلا اتلعبت. ولما سالوا مسؤولين المصري قالوا لا، ده الوقت المناسب لينا عشان نلعب ماتش الاهلي، ولو احنا مكان الاهلي عمره ما هيوافق ان هو ياجل لنا ماتش. كلام منطقي برضه. طب وبعدين ان دلوقتي في مشاكل ما بين رابطه الانديه والاهلي. النهارده رابطه الانديه اختارت الاهلي رسميا برفض تاجيل ماتش المصري. طيب الاهلي يسكت؟ الاهلي ما يسكتش. اول حاجه شوبير طلع الاول وقال يا جماعه الاهلي لو الماتش ما تاجلش هينسحب من رابطه الانديه ومن البطوله. ادي اول حاجه. شويه بعدها على طول راح شوبير طلع وقال الاهلي انسحب من بطوله رابطه الانديه. طب الاهلي سكت على كده؟ لا طبعا، انتوا عارفين الاهلي بتاع مشاكل وما بيسكتش. بسبب موضوع رفض رابطه الانديه تاجيل ماتش الاهلي مع المصري، راح جاي قايل عايزين لائحه منفصله لبطوله كاس الرابطه. حضرتك يا اهلي لو دورت هتعرف ان في لائحه مخصوصه ومنفصله لبطوله كاس رابطه الانديه. دور عليها يا عم الاهلي هتلاقيها ان شاء الله. الاهلي كمان قال ان هو بيطالب بمعرفه الحقوق الماليه والتجاريه للانديه. ماشي، حقك. الاهلي كمان طالب بنسبه من حقوق بث المباريات الخاصه بالبطوله. طبعا الاهلي كل الكلام ده ما بانش الا لما رابطه الانديه رفضت الطلب بتاعه تاجيل الماتش المصري. طب لو الماتش ما تاجلش يبقى خلاص الاهلي مش عايز اي مطالب، لا عايز يعرف حقوقه الماليه، ولا عايز ياخد نسبه من حقوق البث، ولا عايز اي حاجه. يعني الاهلي ده اللي هو نظام بيعاقب رابطه الانديه. طب ده كلام. انت النهارده يا عم الاهلي شايف ان الماتشات دي مش مناسبه ليك، انسحب يا عم ومتشكرين. لكن عشان انت نادي بتاع مشاكل وما بتعديش اي حاجه الا بالمشاكل، الناس كلها بتلعب. وهي رابطه الانديه عامله الماتشات بتاعتها في وقت الايقاف الدولي. هيجيبوا لك وقت تاني منين؟ هيجيبوا لك وقت تاني امتى؟ مفيش غير وقت دلوقتي مناسب ليهم. ممكن مش مناسب ليك، خلاص مش مشكله. بمنتهى الاحترام والادب يا جماعه، انا بنسحب من الماتشات رابطه الانديه ومن البطوله دي، مش هلعب فيها زي ما انسحبت من البطوله العربيه. حد قال لك حاجه؟ لما النهارده انسحبت من البطوله العربيه، هل يا عم الاهلي حد قال لك حاجه؟ ارجو ان الاهلي والمسؤولين بتوعه يبطلوا المشاكل